كتير لتحضير مخلل الخيار. اليوم رح أعطيكم طريقة مضمونة على الأكيد بيطلع معاكم بيقرش قرش حتى آخر حبة. للتحضير رح أبدأ. أنا عندي هون كمية من الخيار، يفضل نختاره طازج وصلب. كل ما كان أقدم أو أطرى رح يكون المخلل أطرى وما رح ينجح معنا. لازم نختار الحبات تكون رفيعة نوعا ما، ورح أعمل فيها شق صغير بالسكين. غسلت الحبات كتير منيح. ممكن كمان نستغني عن عمل الشق في الحبة الخيار إذا حابين إنها تطول لمدة أطول. إذا مستعجلين عليها تستوي بسرعة نعمل هذا الجرح أو الشق بالسكين فبتستوي بمدة أقل. حبيت أجرب هاي الطريقة لأني شفتها أكثر من مرة على وسائل التواصل إنهم بيضيفوا معلقة كبيرة من الحمص الحب في قاعدة مرتبان المخلل، بيحكوا إنها بتمنع ظهور الطبقة البيضاء على المخلل. جربتها معاكم لأول مرة، وهون رصيت قطع الخيار. ببدأ أرصهم بالطول زي ما شايفين. بهالطريقة بتاخد المرتبان معي كمية أكبر من الخيار، وكمان بيضل شكله أحلى ومرتب. ضروري إنه نعبي المرتبان لحد ما يمتلي على الآخر، يعني يبطل فيه أي فراغ. يعني إذا موجود أي فراغ صغير بنقدر نحط فيه حبة خيار حتى تضلها الحبات مرصوصة على بعض وتستوي بشكل أفضل، تعطيني نتيجة أفضل. هذا المرتبان اللي عندي سعته لترين مي. هلأ بدنا نبدأ نعمل بالخلطة اللي بدنا نخلل فيها. ضفت قرنين من الفلفل الحار، قطعتهم من فوق بس حتى تطلع نكهة الحار، وطبعا أكيد استخدام الفلفل اختياري. كمان بنقدر نضيف سن واحد من الثوم حتى يعطي نكهة مميزة. وهلأ رح نبدأ نضيف المكونات. اليوم رح استخدم الملح الخشن، هذا هو الملح البحري. ممكن طبعا نستخدم الملح الصخري أو البحري، وإذا ما توفر نستخدم الملح العادي. لعيار هذا المرتبان اللي بيوسع لترين مي رح أضيف معلقتين كبار مليانين من الملح الخشن ومعلقة صغيرة من السكر حتى يعطيني قرشة أكتر للمخلل. كمان هون رح أضيف ربع كوب من الخل. رح أضيف سن واحد من الثوم زي ما حكينا حتى يعطي نكهة وهو اختياري. وهلأ رح أغمر المرتبان بالمية المغلية. في هاي الوصفة أنا ما عيرت مية المخلل مثل ما بعمل معكم دايما، ضفت ملي المرتبان مي لحد الحفة. وزي ما شفنا ضفنا معلقتين كبار مليانين كتير من الملح الخشن. هلأ رح أغطي المرتبان بقطعة من النايلون أو كيس نايلون، وغطيت المرتبان بإحكام. هلأ لازم نترك المرتبان على طاولة المطبخ أو بمكان معتم ما يوصله شمس لمدة لا تقل عن 10 أيام. بعد هيك بنقدر نفتحه. أنا لفيت المرتبان فوق وتحت زي ما شايفين بهالحركة حتى توصل السوائل أو حتى يدوب الملح والسكر ويتوزعوا مع المي منيح. هاي الطريقة كانت لأول مرة بجربها معاكم، لأنه دايما بعمل عيار الملح والمي وبذوبهم مع بعض بعدين بضيفهم على المخلل. وإذا لاحظتوا إنه أنا ضفت مي مغلية حتى يستوي معي المخلل بشكل أفضل وأسرع كمان. بعد مرور الوقت أنا فتحت المرتبان، تقريبا هون تركته 15 يوم، وبعد ما فتحته زي ما شايفين ما في طبقة بيضة على وجه المخلل. كانت هاي الطريقة يعني فعالة، وبدأت استخرج حبات المخلل. حتى يضل معاكم المخلل بيقرش وناجح وما تصير الطبقة البيضاء اللي هي عبارة عن فطريات داخل مرتبان المخلل ما تمسكوا حبات المخلل بإيدكم، لازم نطلعها بواسطة ملقط أو شوكة. أنا هيك طلعت كم حبة من المرتبان مع قرن فلفل، وبدي أفرجيكم قديش هو طلع ناجح هالمرة، بيقرش قرش وما اختلف كتير نكهته عن المخلل اللي بعمله عادة. تعالوا نشوف لما نقطعه بالسكين كيف بكون صلب جدا ومقرمش من الداخل. هاي الوصفة كانت ناجحة، وبتمنى انكم تجربوها للأشخاص المستعجلين على تحضير المخلل بسرعة بنكهة مميزة. بيطلع كتير طيب، ومثل ما شايفين لون حلو كتير وقرشة مميزة ونكهة بتشهي. إن شاء الله تعجبكم هالوصفة الحلوة، وألف صحة.